الأخيرة بتاعت برنامج منى الشاذلي مع محمد ممدوح وقبليها حلقة أحمد الفيشاوي. وانتشرت حاجات على السوشيال ميديا مستاءة جدا من طريقة منى الشاذلي سواء في التعامل مع أحمد الفيشاوي على أساس النيو لوك بتاعه إن هو لابس حلق أو إن هو عامل تاتوهات، ومع محمد ممدوح في فكرة إن هي مستغربة جدا إن إزاي هو ممكن يكون في بنات معجبين بيه أو إن هو يغير فكرة الجان بتاع السينما بسبب فيلمه الأخير. يعني الناس كانت مستاءة جدا من السخرية بتاعت منى الشاذلي، بغض النظر عن ان بالنسبة لي منى الشاذلي مش بتقدم محتوى اعلامي اصلا، يعني هي مش محسوبة عليا باللي هي بتعمله ده من الاعلاميين. لكن الحقيقة هي منى الشاذلي بتمثل شريحة كبيرة جدا من المجتمع المصري، الشريحة اللي بتهاجم اي حاجة مختلفة عنها، اي شخص لابس مختلف، بيتكلم بطريقة مختلفة، شكله مختلف، دينه مختلف، لغته مختلفة، اي اختلاف بتهاجمه بشدة جدا. الحقيقة انه ده ظهر اكتر في اخر كام يوم. لو اخدتوا بالكم هتلاقوا ان في ترندنج على السوشيال ميديا صور لشاب متصور مع إليسا، هي كاتبه في الانستجرام بتاعها ان هو صديقها القريب منها جدا، لكن الناس قررت ان هي تخليه خطيبها، وفي ناس قررت تخليه حارسها الشخصي برضو. يعني بغض النظر عن كل التفاصيل دي، هي الناس هاريه الولد ده او الشاب ده تريقه على شكله، على جسمه، في ناس بتتريق ان هو شكله ضخم، في ناس بتتريق على طريقه لبسه، في ناس بتقول ان هو عامل عمليات تجميل، في ناس بدات تتريق بقى على إليسا بالاغاني بكل حاجه، في شيء يعني غريب جدا او يعني ترند الحقيقه مش مفهومه تماما، وان دلت بتدل فقط على فراغ المصريين الحقيقه بالتحديد يعني كشعب عربي. انا مش بتكلم في ان اللي هو عامله ده مألوف او غير مألوف او الناس متعوده عليه ولا لا، انا بتكلم في طريقه تعاملنا احنا مع اي شيء مختلف. يعني احنا يا اما بنمسكها من حته الدين فبنبدا نهاجم اللي قدامنا على اساس الدين، وده مش من حقنا اطلاقا، لان احنا مش متعينين، كل واحد متعين اله على التاني، وكل واحد في الاخر هيتحاسب لوحده ومش هياخد حد معاه في ايده، فاحنا ما ينفعش نهاجم بعض من منظور ديني او من مكان ديني. ماسكه الموضوع من جزء العادات والتقاليد ومش عارفه ايه. هي في الاخر العادات والتقاليد دي ناس زيك وزي وزينا كلنا هم اللي قعدوا وحطوها واتفقوا مع بعض عليها، فعادي جدا ان حد يكسرها. يعني هي مش تابوهات، هي عادي جدا ان هي تتكسر وان احنا نخرج عنها، ده مش عيب. في ناس كتير محتاجه يتنشر وسطها الوعي ده، فكره انه انت كمان كشخص مختلف عن اشخاص تانية كتير، وعايزه اقول ان التريقه اخذ وعطا في الاخر. يعني اللي انت هتعمله هيترد فيك زي ما بنقول، يعني هي كارما في الاخر، فاللي انت هتعمله هيترد لك. الشخص اللي انت شايف ان هو لابس مختلف عنك، انت بالنسبه لمجموعه اشخاص تانيين لابس مختلف عنهم، شكلك مختلف عنهم، لغتك مختلفة، ديانتك مختلفة. فلما انت بتخطي الحد ده او الخط ده، بتدي نفسك الحق ان انت تسخر من شخص مجرد ان هو مختلف عنك، فانت في المقابل بتدي لكل الاشخاص التانية الحق في ان هم يسخروا منك لنفس الحاجات. لكن احنا للاسف مش بناخدها، يعني مش بناخد الموضوع بالشكل ده. يعني بنلاقي المحجبات مثلا او الغير محجبات ممكن تقعد تتكلم عن ازاي المحجبه وازاي المنتقبه ولا وما ينفعش وشكلهم بلاش ندخلهم النادي ومش عارفه ايه وبتاع، لكن ممكن تستاء جدا مثلا لما تلاقي شغل طالب واحده محجبه، والعكس لو واحده محجبه ممكن تقعد تتكلم عن ايه اللي مش محجبات بيسيئوا لمجتمعها وبيأثروا تأثير سيء على بناتها وعلى اولادها ومش عارف ايه. لكن في المقابل لما تيجي تروح مكان ويقول لها ممنوع دخول المحجبات مثلا، بتثور جدا وبتقعد تكتب حاجات على السوشيال ميديا ان هم ازاي ما يدخلوش المحجبات. ما هي العنصريه اتجاهين، يعني انت لو هتبقى عنصري ضد حد فانت بالتالي بتسمح ان كل الاشخاص تكونوا عنصريه. يعني في ارجيومنت تانية او في حد تاني ممكن يطلع لي بحجه ان ده بيحصل في كل الدول، اكيد ده بيحصل في كل انحاء العالم، وفي الاخر بيبقى اسمه عنصريه برضو. يعني مش هيحصل في فرنسا مثلا هيسموه كريم كراميل، لا هيبقى في الاخر اسمه عنصريه، وفي الاخر برضو بيتهاجم لانه بيجي على حريات الاخرين بشكل كبير. ده بيحصل فعلا وده مرفوض في كل انحاء العالم، وبيحصل نسبة تطور البلاد بتتقاس بمدى اهتمامها بالعلم واهتمامها بالثقافة، مش اهتمامها بمين لبس ايه ومين شكله عامل ازاي، ونتريق على ده عشان تخين ونتريق على ده علشان لابس بنطلون مش عارفه ايه، وان ده عامل مش عارفه ايه، او دي لابسه بنطلون مقطوع من على الركبه. يعني احنا بنشغل نفسنا الحقيقه بحاجات
فعلا يعني waste of time and potential، مضيعة للوقت والطاقة بشكل غريب جدا. وانا لحد دلوقتي مش فاهمه احنا ليه لسه بنقف عند الحاجات دي، يعني ليه لسه الحاجات دي بتنتشر في مجتمعنا المصري بالتحديد ومجتمعنا العربي بشكل عام، وبتاخد مساحه من وقتنا وبتاخد مساحه من على السوشيال ميديا بلاتفورم، والناس بتقعد تتكلم وتتريق، مع ان هي فعلا في الاخر هي مؤذيه لينا كلنا. يعني احنا لما بننشر ان الانسان يحكم على الاخرين من شكلهم ومن دينهم ومن لونهم ومن لبسهم، احنا بننشر عنصريه ضدنا برضو بشكل ما. يعني النشر بتاع الكراهيه والعنصريه ده بيأذينا، بيأذي ناس تانيين وبيأذينا، لكن هو خلقنا مختلفين شكلا وموضوعا وفي النوع وفي اللون وفي اللغه وفي الدين وفي يعني ده شيء مقصود. يعني الاختلاف ده شيء مقصود، ومقصود كمان ان احنا لازم نتقبله، يعني احنا لازم نتقبله ونتعايش معاه من غير ما نأذي بعض. طبعا انت ممكن تشوف حاجة تحس ان هي غريبة، او ممكن تشوف واحدة تشوف شكل واحدة تانية تحس ان هو شيء غريب. انا شفت شيء مش عاجبني، او شفت واحدة لابسة لبس انا ممكن ملبسوش او مش حباه او شايفة ان هو غريب، خلاص انا شفته هدور وشي ومش عاجبني وخلاص انتهينا. يعني خلاص بقى الحيز اللي هياخده الموضوع من حياتي هيقف عند النقطة دي. انما فكرة ان انا ابدأ اتطاول عليها او احكم عليها او انشر صورتها واتريق عليها، او ابدا اجيب ناس تتريق عليها ونكلم ناس في التليفون نصحيهم يتريقوا عليها، انا استأت جدا من كم السخريه اللي حصلت في اخر وقت على السوشيال ميديا على الافراد اللي انا ذكرتها دي، وعلى امثله تانية كتير، وان هي لسه بتحصل، وان هي الناس اللي بتعملها لسه بتحاول تلاقي حجج هي بتعملها ليه. وبيستعملوا بقى يعني في حجه سخيفه جدا كده مستهلكه بتاعت زي ما هو عنده حريه شخصيه ان هو يعمل كذا ايا كان الشيء ده، انا عندي حريه شخصيه ان انا ما اعملش ده، او ان انا ما اقبلش ان انا اتعرض لاذى من شخص بيعمل شيء مختلف. هو شيء فعلا غير مبرر، يعني انا مش غير مفهوم وغير مبرر. انا عايزه اسمع رايكم بخصوص الموضوع ده، وخصوصا بخصوص الحجه بتاعت انا عندي حريه شخصيه ان انا اتريق، لان الحجه دي يعني حقيقي